السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم في حكاية كروشيه. يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله عنوان حكايتنا سطر واتنين أحلى غرزة بوشين. غرزة دبل فيس من تكرار سطرين حلوة جدا جدا. ممكن تعملي بيها كوفية، ممكن تعملي بيها بطانية أطفال، ممكن تعملي بيها شال مستطيل، ممكن تعملي بيها مفرش مستطيل، ممكن تعملي بيها جاكيت، ممكن تعملي بيها بلوزة، ممكن تشتغلي بيها حاجات كتير جدا. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة زي ما انتوا شايفين دلوقتي على الشاشة. الغرزة شكلها حلو جدا جدا وهي اسمها غرزة الخرزة. هنشتغلها مع بعض خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفوا القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس للكل علشان يوصلكوا أي فيديو جديد أنا بقدمه. وأتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع أصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا النهاردة معايا خيط هيمالايا ألبن وإبرة ألومنيوم رقم 5. أول حاجة هنتكلم عنها سلاسل البداية. سلاسل البداية بتاعة الغرزة دي لازم أبدأ بعدد زوجي من السلاسل، يعني من مضاعفات رقم 2. أنا هبدأ معاكم بعينة على 20 سلسلة. هنعمل عقدة البداية، هسيب مسافة من الخيط، ألف حلقة على الهواء بالشكل ده، أدخل بالإبرة جوه الحلقة، آخد من الخيط وأطلع وأشد الطرف القصير ده، وهبتدي أشتغل 20 غرزة سلسلة. 1 2 3 4 5. كملتهم كده 20 سلسلة. طبعا انت هتبدأي بأي عدد انت عايزاه حسب المشروع اللي انت بتعمليه. أول سطر عندي هعمل ايه؟ هفوت أول سلسلة بعد الإبرة دي وأدخل في السلسلة التانية، أعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. بعدين في كل غرزة عندي هدخل فيها وأعمل غرزة حشو. غرزة الحشو بعملها ازاي؟ معايا لفة على الإبرة، هدخل هنا في الغرزة اللي عليها الدور، اخد من الخيط واطلع، معايا لفتين اخد من الخيط واطلع منهم بالشكل ده، وادخل في كل غرزة عندي اعمل غرزة حشو لحد ما اخلص السلاسل كلها. وممكن ان انت تبتدي بغرزة الفاونديشن على طول زي ما شرحناها في فيديو قبل كده. هتلاقوا الفيديو فوق على الشاشة وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. ان انت تبتدي تشتغلي غرزة الحشو بطريقة الفاونديشن لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت عايزاه حسب القطعة اللي انت بتشتغليها. بس اهم حاجة يكون عدد الغرز بتاعة الحشو عدد فردي. خلصت كده ال19 غرزة، ولازم عدد غرز الحشو يطلع معايا فردي. يعني انا بدأت ب20 سلسلة وفوتت منهم سلسلة. لو هتبدأي تشتغلي بغرزة الفاونديشن يبقى هتعملي غرز حشو بطريقة الفاونديشن بعدد فردي، يعني عدد من مضاعفات رقم 2 زائد 1. الغرزة بتاعتنا من تكرار سطرين، هتبدأ معانا من السطر التاني. هبتدي ألف الشغل الناحية التانية، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي أول عمود. هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده وأدخل في غرزة الحشو اللي جاية أهي وأعمل فيها عمود بلفة. هاخد من الخيط وأطلع، معايا 3 حلقات، أطلع من حلقتين في حلقتين. بعدين هبتدي حوالين العمود ده أعمل غرزة بف من 3 لفات. غرزة البف بقى نعملها ازاي؟ انا معايا لفة على الابرة، هلف الخيط على الابرة بالشكل ده. بصوا هدخل هنا حوالين العمود واخد الخيط واطلع بالشكل ده كده. معايا 3 لفات، ودي كده اول لفة. هلف الخيط وادخل حوالين العمود، اخد من الخيط واطلع بالشكل ده، بقوا 5 لفات. مرة تالتة الف الخيط وادخل حوالين العمود، اخد من الخيط واطلع، بقى معايا على الابرة 7 لفات. 1 2 3 4 5 6 7. هاخد من الخيط واخرج من ال7 لفات مرة واحدة بالشكل ده كده. اتكونت معايا اول خرزة. هعمل ايه دلوقتي؟ هلف الخيط على الابرة، هسيب غرزة الحشو اللي جاية دي مش هشتغل فيها، وعلى الغرزة اللي بعدها هدخل كده واعمل غرزة عمود بلف بالشكل ده كده. بصوا اهي بدأت تبان معايا شكل الخرزة. وعلى العمود اللي انا عملته ده ابتدي اكرر نفس الشغل تاني. معايا لفة على الابرة، هلف الخيط على الابرة بالشكل ده وادخل حوالين العمود، اخد من الخيط واطلع كده. 1 لفة كمان، ادخل واخد من الخيط واطلع كده. 2 لفة وادخل واخد الخيط واطلع كده. 3 ومعايا 7 حلقات. 1 2 3 4 5 6 7. اخد من الخيط واطلع من 7 حلقات مرة واحدة بالشكل ده كده. بعدين الف الخيط على الابرة واسيب
غرزة الحشو اللي جاية دي وعلى الغرزة اللي بعدها اعمل عمود بلف بالشكل ده كده. بصوا الغرزة هتبقى بالشكل الجميل ده. تاني هعمل غرزة بف من 3 حوالين العمود اللي متكون ده. هلف الخيط على الإبرة وادخل حوالين العمود بالشكل ده، اخد من الخيط واطلع كده 1 بالشكل ده، 2، 3. معايا 7 حلقات، اخد من الخيط واطلع من 7 حلقات. الف الخيط على الإبرة واسيب غرزة الحشو اللي جاية وعلى الغرزة اللي بعدها اعمل عمود بلف بالشكل ده كده، وافضل شغال بنفس الطريقة لنهاية السطر. قربت هنا على نهاية السطر، زي ما انتوا شايفين الخرز شكله حلو جدا جدا. فاضل عندي هنا التلات غرز دول. هبتدي بنفس الطريقة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب الحشو دي وعلى غرزة الحشو اللي بعدها اشتغل عمود بلف بالشكل ده. بعدين حوالين العمود غرزة بف من 3، 1، 2 بالشكل ده، 3، 7 لفات اطلع من ال7 مرة واحدة. هلف الخيط على الإبرة وعندي هنا آخر غرزة حشو اهي، منساهاش ادخل فيها بالشكل ده اهو كده، واعمل عمود بلفة. زي ما بدأت بعمود بلفة في أول السطر أنهي السطر برضو بغرزة عمود بلفة بالشكل ده كده. وكده انتهى معايا السطر. بصوا شكل الغرزة، وعلى فكرة الغرزة دبل فيس اهي، يعني بصوا من الناحية التانية شكلها حلو جدا جدا. هنبدأ دلوقتي السطر التالت اللي هو تاني سطر في التكرار. هلف الشغل الناحية التانية بالشكل ده، وهبتدي أعمل غرز حشو. هرفع الإبرة سنة بسيطة كده وأدخل في نفس المكان من غير سلاسل ولا أي حاجة وأعمل غرزة حشو. دي كده أول غرزة حشو. غرزة الحشو التانية بصوا هعملها تحت الحلقتين دول أهم. هدخل كده هنا وأتأكد إن أنا واخد الحلقتين معايا وأعمل غرزة حشو. بعدين أدخل هنا في المكان ده أعمل غرزة حشو. لازم عدد غرز الحشو يطلع معايا نفس العدد اللي أنا بدأت بيه. يعني أنا كنت بدأت ب19 غرزة حشو، لازم عدد غرز الحشو هنا يطلع معايا برضو 19. بصوا بدخل هنا أهو كده وأعمل غرزة حشو. بعدين ادخل هنا واعمل غرزة حشو بالشكل ده، وافضل شغال بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله. قربت هنا على نهاية السطر، اشتغلت 18 غرزة. الغرزة رقم 19 او الغرزة الاخيرة بنشتغلها فين؟ على السلسلة التالتة من سلاسل الارتفاع دي. هدخل كده في السلسلة التالتة واخد من الخيط واطلع واعمل غرزة حشو. يبقى كده السطر خلص معايا على 19 غرزة. يبقى كده شغلي مظبوط. بصوا الغرزة تحفة، لو اتعمل بيها كوفية او اتعمل بيها اي مشروع هيكون شكلها جميل، وهي دبل فيس زي ما انتوا شايفين. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنكرر السطر التاني والسطر التالت لحد ما نوصل بالغرزة، لحد ما نوصل بالقطعة للمقاس اللي احنا عايزينه. هكررهم معاكم مرة كمان. هلف الشغل الناحية التانية. هبدأ دلوقتي اشكل سطر جديد من الخرز. هعمل 3 سلسلة، 1، 2، 3، ودول بالنسبة لي عمود بلفة. هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده وأدخل على غرزة الحشو اللي جاية دي وأعمل عمود بلفة بالشكل ده. بعدين حوالين العمود ده أعمل غرزة بف من 3. معايا لفة على الإبرة، هلف الخيط على الإبرة بالشكل ده وأدخل كده حوالين العمود، آخد من الخيط وأطلع كده. أنا معايا 3 لفات هسيبهم على الإبرة زي ما هما. لفة على الإبرة، أدخل حوالين العمود، آخد من الخيط وأطلع، بقوا 5 لفات. لفة على الإبرة، ادخل واخد من الخيط واطلع، بقوا 7 لفات. اخد من الخيط واطلع من ال7. بعدين الف الخيط على الابره، اسيب غرزه الحشو اللي جايه دي وعلى الغرزه اللي بعدها ادخل واعمل عمود بلفه بالشكل ده كده. بعدين حوالين العمود اللي انا عملته ده اشتغل غرزه بف من 3. ادي كده 1 بالشكل ده، 2، 3، 7 لفات. اطلع من ال7، الف الخيط على الابره، اسيب غرزه الحشو. منساش يا جماعه ان انا اسيب غرزه حشو بين الخرزه والخرزه، وعلى غرزه الحشو اللي بعدها اعمل عمود بلفة وابدأ اكون الخرزة بتاعتي. غرزة بف من 3 حوالين العمود، 1، 2، 3، 7 لفات اطلع منهم والف الخيط على الابرة، اسيب غرزة الحشو اللي جاية وعلى اللي بعدها اعمل عمود، وابتدي اكرر لنهاية السطر. قربت على نهاية السطر، وزي ما انتوا شايفين الغرزة شكلها تحفة والخرز جاي فوق بعضيه. انا كان عندي هنا في السطر ده
9 خرزات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لازم كل سطر اعمل فيه شكل الخرز ده يكون نفس العدد، يعني هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده شغلي مظبوط. بعد ما خلصت اخر خرزة، في عندي هنا غرزة حشو واحدة، هلف القطعة الابرة وادخل فيها بالشكل ده اهو، واعمل فيها عمود. يبقى بين الخرزة والخرزة بسيب غرزة حشو، لكن في اول السطر واخر السطر ما بفوتش غرزة بين الخرزة والعمود ده، او بين السلاسل اللي احنا بنعملهم كعمود والخرزة دي. السطر الخامس هو السطر التالت، بنعمل سطر من غرز الحشو. الف الشغل الناحية التانية وابتدي ارفع الابرة سنة بسيطة من غير سلاسل ولا اي حاجة، ادخل هنا واعمل غرزة حشو في نفس المكان. بعدين فوق الخرزة اعمل غرزة حشو في المكان ده، اعمل غرزة حشو بالشكل ده، ولازم العدد يطلع معايا 19 غرزة. فوق الخرزة حشو، وعلى المكان ده حشو. وصلت هنا لنهاية السطر، فاضل عندي السلاسل دي. بصوا بدخل في السلسلة التالتة كده اهو واعمل غرزة حشو، يبقى انا كده اشتغلت 19 غرزة. بصوا الغرزة شكلها تحفة، وكل ناحية مديها شكل، يعني ده وش اهو، وعلى الظهر بتاع الغرزة مدياني وش تاني خالص. بصوا كل وش فيهم له شكل، يعني الغرزة دبل فيس. كل اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنلف الشغل ونبدأ نكرر السطرين دول، سطر الخرز وسطر الحشو، لحد ما نوصل بالقطعة للمقاس المطلوب. 3 سلسلة، 1 2 3. انا هكرر معاكم الحتة دي بس عشان أأكد على حاجة. هلف القطعة الإبرة، أدخل على طول هنا في الغرزة رقم 2، أعمل غرزة عمود وابتدي بغرزة الخرزة حوالين العمود ده، غرزة بف من 3. 1 2 3. 7 لفات، اخد من الخيط واطلع من السبعة والف الخيط على الابرة، اسيب غرزة حشو، وعلى اللي بعدها عمود بلفة بالشكل ده. بصوا غرز الخرز لازم تيجي فوق بعضها بالشكل ده. ولما اوصل لنهاية السطر منساش ان هنا غرزة الحشو الاخيرة بيبقوا الحلقتين بتوعها مايلين لورا شوية، لازم ادخل تحت الحلقتين دول واعمل غرزة العمود الاخيرة. وبين غرزة الخرزة وغرزة العمود في آخر السطر وأول السطر أنا ما بفوتش غرز، أنا بفوت غرز بين كل خرزة والتانية. وادي الغرزة بعد ما طلعت بسطرين كمان علشان أوريكم جمالها. بصوا حلوة جدا جدا، تقدروا تنفذوا بيها أي حاجة، وهي بوشين زي ما انتوا شايفين أهو. الغرزة تحفة، وسطرين بس بنفضل نطلع بيهم لحد ما نوصل بالقطعة للمقاس اللي احنا عايزينه. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكون الغرزة عجبتكم، ويا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. ولو في اي سؤال او في اي حاجه ما كانتش واضحه اكتبوا لي في الكومنتات، وان شاء الله هرد عليكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.